منيا أهلا. أهلا بك هارون، أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى هذا الموعد الرياضي. بداية وفي خبر حصري ومفاجأة مدوية، اتفق المدير الرياضي الجديد لمولودية الجزائر كمال قاسي السعيد مع المدرب المصري حسن شحاتة لتدريب العميد. أين من المنتظر أن يحل بالجزائر لإمضاء العقد فور حصوله على التأشيرة. ويعد شحاتة من أفضل المدربين في القارة السمراء، وفاز ب3 كؤوس إفريقية متتالية مع منتخب الفراعنة. نشط المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر كمال قاسي السعيد ندوة صحفية بمقر الفريق بالعاشور، أكد فيها أن هدف الفريق هو الفوز بكأس الكاف، كاشفا أن التربص سيكون في إيطاليا، كما كشف أنه راسل إدارة ملعب 5 جويلية للاستقبال به. بسلام بقرية. إن شاء الله نكونوا قادرين باش نزيدوا نروحوا بعيد بهذا الفريق، ولما لا ان شاء الله الفوز بهذا الكاس اللي وصلنا للكارت فينال. ما كان تربص يعني عندي دو بروبوزيسيون، يا لو ماروك يا ليطالي ان شاء الله. نورمالمون سي à 80% ça serait l'Italie ان شاء الله. في السونتر تاع اللي كتب ربي، في السونتر تاع لايس روما. قبل ما نجي كانوا رسلوهم، يعني عندها اسبوع رسلوهم رجعوا لهم سي نيجاتيف، قال لك نو خلوها غير لي كوب دافريك ولا لي غروند سيريموني. كي جيت انا زدت رسلت، وان شاء الله باذن الله نطلب من الوزاره ونطلب من السلطات باش يسهلوا لنا نستقبلوه في ملعب 5 جويلية. كما أعلن قاسي سعيد عن قائمة المسرحين والتي شملت 5 أسماء، مضيفا أن لاعب وسط مولودية بجاية سيدي بي سيكون خامس المستخدمين، نافيا أن تكون إدارة المولودية مهتمة أو اتصلت بيوسف بالليل. بون يا دون قاسم مهدي tout le monde le sait. البارح يا سي زرداب، يا قرمي، يا صديقي، يا بوغاش. Non, c'est égal, non. Le nombre qui reste à recruter, c'est à peu près 4 joueurs. 4 joueurs à 5 joueurs. C'est 4 à 5 joueurs. 5 joueurs. يكتب لنا السي دي بي ان شاء الله، نقدروا نقولوا باللي 80% مع نزيد ان اكسيلون اتاكون نجحنا في الميركاتو تاعنا ان شاء الله. سمعنا انه الفيفا رفعت العقوبه، نتمنى ان شاء الله بالليل ترفع العقوبه، بصح جوسكا بريزون ما كاينش الشيء الرسمي. احنا ماذا بينا ان شاء الله.